تحياتي لكل اللي بيشوفونا واللي لسه هيشوفونا واللي بيتفاعلوا معانا واللي لسه هيتفاعلوا معانا. وأنا أسماء معاكم في نودي وأسماء، بستنى كل تعليقاتكم وآرائكم وأسئلتكم وطلباتكم، ده بيخليني أعرفكم أكتر وكمان بيعرفكم بينا أكتر ويخلي حبل التواصل بيننا وبينكم دايما واصل. دايما سفرتنا بتبقى عامرة في رمضان ومليئة بالخيرات، ومن الوصفات المحببة لينا كلنا الجلاش، سواء حلو أو حادق. علشان كده هيكون ليه حظ وافر معانا جدا، وهنقدمه في أكتر من وصفة سواء حلو أو حادق وبشكل مميز. وفي الوصفة دي هيكون معانا حادق بحشوة لطيفة جدا وبطريقة هيطلع معاكم خفيف وهش ومقرمش من بره وطري طراوة حلوة قوي من جوه ومش شارب زيت، وهيكون مناسب جدا لفطار شاي نزين بيه سفرتنا بعد صيام يوم طويل. يلا ندخل على المكونات والطريقة. هنستخدم مجموعة من التوابل وهتكون كالآتي: معلقة كبيرة فلفل أسود، وزيها كزبرة ناشفة، ومعلقة كبيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة جنزبيل، ومن 7 ل8 فصوص حبهان، وربع معلقة صغيرة قرفة، وجوز الطيب. هناخد بقى الفلفل والكزبرة والحبهان ونطحنهم كلهم مع بعض بالشكل ده، وهناخد منهم معلقة كبيرة. باقي المكونات: معانا كيلو من اللحمة المفرومة، و3 قرون من الفلفل الألوان، وممكن نعمله بفلفل أخضر بس حسب المتوفر عندنا، و4 بصلات مفرومين ناعم. في طاسة وعلى النار هنزل باللحمة المفرومة من غير أي دهون، وأفضل أقلب فيها لحد ما لونها يتغير وكلها تاخد اللون البني الفاتح وتتشرب سوائلها. بعدها بنزل بالزيت. وفي المرحلة دي كمان هننزل بالبصل وبعده التوابل على طول: الملح والجنزبيل ومجموعة البهارات اللي احنا خلطناهم، وكمان القرفة، يعني كل التوابل بتاعتي. ورشة من جوز الطيب. هقلب كل دول مع بعض بالشكل ده. هفضل اقلب من وقت للتاني لحد العصاج ما ياخد الشكل ده، البصل يدبل واللحمة تدخل في السوا. انزل بالفلفل الالوان. كده العصاج وصل للمرحلة اللي احنا عايزينها، اللحمة استوت والفلفل والبصل دبلوا وكله امتزج مع بعض. هنزله من على النار ونغرفه في طبق علشان يهدى شوية. كده الحشوة بقت جاهزة، نركنها بقى على جنب ونشوف باقي خطواتنا. انا هنا معايا لفتين من الجلاش مغطياهم بفوطة علشان مينشفش، لان الجلاش بمجرد ما يشم الهوا بينشف بسرعة. وانا مش هستخدم اللفتين كلهم بصراحة، يعني ممكن لفة وربع كده. يعني هستخدم كده حوالي 21 ورقة من الجلاش، فكل واحد بقى على حسب الصينية وعلى حسب الكمية اللي هو عايزها. نيجي بقى للتشريبة اللي هنستخدمها واللي بجد هتدينا نتيجة حلوة جدا جدا، وهندهن بيها الجلاش ما بين الطبقات وكمان من بره في الآخر على الوش. معانا علبة من الزبادي، يعني حوالي 170 جرام، 100 ملي من اللبن، وزيهم من الزيت، وزيهم برضو من الزبدة وتكون سايحة. معلقة صغيرة من التوابل اللي احنا طحناهم مع بعض في الأول واستخدمناها مع العصاج: الفلفل والكزبرة والحبهان، ومعلقة صغيرة من الملح. في بولة هنزل بالزبادي وعليها اللبن والزيت والزبدة والملح والتوابل. هنقلب كل ده مع بعض لحد ما يبقى مزيج أو خليط متجانس مع بعضه. هنفرد ورقتين من الجلاش، ولو عندنا ورق متقطع بنخليه في القلب عادي، مش هيتأثر ومش هيبقى فيه مشكلة معانا. وأحط عليهم شوية من التشريبة، ونقلب التشريبة كل ما نيجي ناخد منها أثناء ما احنا بنشتغل، وأدهنهم كويس بالفرشة علشان أضمن إن الورقة كلها أخدت من التشريبة واتشربت منها. هافرد ورقة عليهم، وبعدها هحط بقى شوية من العصاج على الطرف كده، على طرف الجلاش بالعرض. بعدها ببتدي ألفها زي الاسطوانة.
كده احنا عملنا الواحدة ب3 طبقات. ممكن نعمله 4 طبقات لو احنا عايزينها أسمك شوية، يعني طبقتين وندهن بالتشريبة. وبعدها طبقة وندهن بالتشريبة برضو. وبعدها بحط الطبقة الرابعة وأحط عليها الحشو بالعرض برضو على الطرف كده زي ما عملنا في الأولانية بالظبط. واللي فيها رول بقى زي الاسطوانة بالظبط. بعدها هكون مجهزة الصاج بتاعي وفرشاه بورق زبدة ودهناه بمسحة من الزيت، وأرص بقى عليه الجلاش بتاعي. وأنا وبرص هخلي مسافة ما بين كل لفة ولفة بالشكل ده علشان لسه هينفش معانا بعد التسوية. ودول بقى اللي اتبقوا معايا من التشريبة هحط عليهم صفار بيضة وأقلبهم كويس مع بعض. وأدهن بيهم الجلاش من فوق بالشكل ده، وأتأكد برضو إن كل الجلاش اتدهن معايا، وخصوصا بقى الأجناب علشان كله ياخد لون حلو وواحد في التسوية ويبقى شكله طالع حلو معاكم. بعد ما دهناه كله بنبتدي بقى نقطعه بقطاعة العجين أو بسكينة زي ما نحب اللي يريحكم في التقطيع. نخبزه بقى في الفرن على حرارة 180. هيفضل في الفرن لحد ما ياخد لون حلو من تحت ومن فوق. ولو لقيناه اخد لون من تحت بس مثلا واخد لون حلو، بنطفي الفرن ونشغل الشواية علشان ياخد كمان لون من فوق، وبعدها بنخرجه من الفرن على طول. كده الجلاش استوى واخد لون حلو قوي، شكله تحفة وبيشهي. انا عارفة انكم صايمين فربنا معاكم ومعايا. بيطلع بجد طري وهش جدا ومش شارب اي زيوت، وخفيف ومقرمش من بره وطري طراوة حلوة جدا جدا من جوه. بجد هيعجبكم وطعمه تحفة. جربوا وقولوا لي رأيكم فيه. وبالهنا على قلوبكم ورمضان كريم، وسفرتنا وسفرتكم دايما عاملة بالخير.